بص الحركة دي. بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد، الكلمة مني السلام عليكم حبايبي. النهاردة هنعمل أجمل وأشهى رز بلبن زي بتاع المحلات بالظبط. نص كوباية رز وهنغسلها كويس جدا جدا. لو عايزين ننقعها نص ساعة ننقعها. وفي حلة مية على النار هنحط كوبايتين مية. الرز ممكن ما يتنقعش، النقع بيخلينا نوفر في وقت السوا بتاعه. هنحط بقى نص كوباية الرز المغسولة والمنقوعة نص ساعة او مش منقوعة براحتكم، ونسيبها على النار لحد ما الرز يضيع او يبتدي يبقى مسلوق زيادة عن اللزوم. واحنا بنحطه على النار هنضيف له ربع معلقة صغيرة خالص ممسوحة ملح، ودي اللي هتظبط معانا الطعم. طبعا معرفش درجة السوا بتاعتكم للنار على انهي عين وعلى انهي درجة، فاحنا هنسيبه لما يستوي كويس قوي. حبايبي بعد نص ساعة النار هادية خالص، بس خدوا بالكم انا عندي العين قوية. شايفين ده القوام اللي انا عايزاه. اللي حسيتوا ان المية بتاعتكم هتخلص زودوا. الرز موجودة، مش عارفة اوريكم من البخار، بس الرزة اهي بان ولا لا. اضطريت اغطي عشان اوريكم. بصوا الرزاية موجودة بس مستوية جدا. شلت منه تلتينه لاني مش هقدر اعمل الكمية دي كلها عشان احنا فردين بس، فشلت منه تلتينه. لكن المقادير اللي هقولها على نص كوباية رز. بصوا نص كوباية رز بقت قد ايه. خلاص انا المقادير اللي هقولها على نص كوباية رز، حتى لو انا هحط اقل. بشيله في الفريزر وباخد منه وقت ما احتاج اعمل رز بلبن عادي جدا. السكر بيكون حسب الرغبة والطعم اللي انت عايزاه، فهتحطي على الكمية 4 معالق ل6 معالق سكر من قلب، اللي هي نص كوباية رز مسلوق، عشان هحط اقل عشان انا عاملة كمية صغيرة. انتي بتدوقي وعلى حسب رغبتك في النهاية ممكن بتزودي سكر عادي. بالنسبة للبن ما ينفعش يكون حليب من اللبان، ما بيدينيش لا القوام ولا الطعم بتاع المحلات. جربي المعلب وهتشوفي النتيجة. يا هيكون معلب يا الاكياس اللي هي برضو تعتبر جاهزة، اللبن المبستر الحليب. نضيف اللبن وفي اللحظة دي بقى هنعلي النار. نص كوباية الرز هتاخد مننا لتر لبن. ونقلب. هنحط باكو فانيليا او معلقة صغيرة فانيليا سائلة ونقلب. في كوباية او بولة هنحط اللي هيدعم الطعم والقوام ويخليه زي المحلات. من الخطوات اللي هتعمل كده اللبن المعلب، وهنحط معلقتين لبن. انتوا هتحطوا 3 أو 4 معالق لبن بودر مع النشا واحنا بندوبه. انا هحط معلقتين عشان الكميه بتاعتي قليله. يبقى هتحطوا من 3 ل4 5 معالق لبن بودر، كل ما تزودوا كل ما يدعم الطعم معاكم. هتحطوا برضو 3 معالق نشا على حسب القوام اللي تحبوه. حطينا معاهم 3 معالق ميه وهنقلبهم كويس، عشان ما ينفعش نحط الكلام دوت في اللبن وهو سخن، مش هتعرفي تدوبيه. بعد ما دوبناه كويس هبتدي اضيفه.
واقلب. زي ما احنا شايفين كده بدأ يبقى غليظ معانا. انا حطيت معلقة ونص نشا وحاسة ان هما كتير، فيعني انتي حطي معلقتين وحسيتي انك محتاجة تحطي اكتر زودي. اخر تكة بقى اللي بتدي الطعم الهايل، معلقة زبدة بيضة او بقري يعني اللي يعجبكم. انا الزبدة دي عاملاها معاكم. ونقلب. ممكن بديل ليها معلقة قشطة بس تكون كبيرة شوية بقى القشطة. ابتدي اغرفه في الاطباق بتاعتي، بس ما احطش على وشه اي حاجة غير لما يهدى شوية. هغرفه وارجع لكم. حبايب قلبي صبيناهم بالشكل ده، ودوت اللي هيتشال هحطه على كيسين زي ما انتوا شايفين. اقل من ربع كوبايه رز عملي 4 اطباق. عايزه اقول لكم الطعم، الريحه روعه، والطعم بقى لاني بعمله على طول حكايه. طيب الزواق بعد نص ساعه هرجع لكم عشان نشوف اللي هيخش الفرن هنعمله ازاي والباقي هنعمله ازاي. انتظروا حبايبي. بعد ما هيدي خالص هنبتدي ان احنا نزوق. فاكرين فوزو الكداب ده اللي احنا عملناه مع بعض؟ ارجعوا للصفحة هتلاقوه. خلاص ده جوز هند، بسيط كده. الطبقين دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ دول اللي هيخشوا الفرن. خلاص هنعمل فيهم ايه بقى؟ هنرش على وشهم بسيط قوي سكر، وهندخلهم تحت شواية الفرن اقل من 10 دقايق، يعني يبقى مراقباهم كده على حسب برضو الحرارة عندك. هرجع لكم بعد ما اعملهم في الفرن. وبكده خلصنا حبايب قلبي، وده اللي دخلنا الفرن، رز بلبن فرن. وده الرز اللي قلنا هنشيله، حطيته في اكياس كده بتاعت فريزر، وهحطه في الفريزر. كل ما احتاج اعمل رز بلبن هطلع كيس. وبالهنا والشفا، واستنوني في وصفة جديدة مع على قد الايد مع استاذة.